أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أنس أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مساكنهم ونحروا الهدي بالحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله صراطا مستقيما. قال: لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا، رواه أحمد. وعن أنس قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة، أنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رسول الله: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها كلها. وقال عطاء عن ابن عباس أن اليهود شتموا بالنبي والمسلمين لما نزل قوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي، فأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وسورة الفتح هي سورة مدنية عدد آياتها 29 آية، نزلت في العام 6 من الهجرة، وكان نزولها بعد سورة الجمعة، ويسبقها من حيث الترتيب في المصحف سورة محمد. وقد بدأت السورة بالحديث عن بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، وتعد سورة الفتح السورة الوحيدة التي ذكر فيها السكينة مرتين والبشارة 3 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك.